السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. في الفيديو اليوم جيت نقترح عليكم واحد جوج المملحات. الاولى هي هذه اللي فيها اللي معدله بالورقه الباستيلا. كتجي على شكل رغيفات اولا مسمن معمر، ولكن كنطيبوه في المقله. المملحة الثانية وهي هاد الكيش سائل أولا كيش بالعجينة السائلة بالتون. كنتمنى هاد الاقتراحات اليوم ينالوا الإعجاب ديالكم. بقاو معايا في المقادير والطريقة. وأول حاجة غنبداو بها هي هاد الحشوة هادي، ديك اللي غنعدلوهم ديك المملحة اللي غنعدلوها على شكل مسمن، باش كدرك تبرد. وهاد هاد الحشوة هادي كنحتاجو فيها الجزر، تقريبا واحد جوج د الجزرات اولا 3، وغادي نعملو فيها واحد البصلة مشلضة وواحد القراعة محكوكة، وعندي هاد الشامبينيون ولا الفطر. المهم بالنسبة للفطر يعني تقدروا تستغناو عليه على حسب الموجود عندكم. صافي غادي نوضعهم على البوطة اولا على النار، وغنزيد لهم واحد شوية الزيت، زيت المائدة عادية. بغيتو نتوما بدلوها بزيت الزيتون، تعملوا زيت الزيتون بوحديته تقدروا تعملوها. انا عملت شويه هيدا وشويه هيدا. صافي غادي نشعل عليهم وغنخليهم شويه على النار تكون واحد شويه مجهده، ما تكونش معليه بزاف وما تكونش منقوصه مره، باش ما يطلقوش ديك الماء ديالهم بزاف. وغنضيف عليها واحد الملعقه د الملح صغيره، وغنبقى نحرك فيهم هيدا هما فوق البوطة حتى يبداو يدبالو. ملي غنبدا نشوفهم دبالو غنضيف عليهم الكفتة اولا اللحم المفروم. اللي بغيتو الكفتة د اللحم، بغيتو الكفتة د الدجاج. بالنسبة اللي ما بغاش اللحوم ما يعملهمش مرة، كيجيو مزيونين واخا هيداك. انا كنت ضفت لها تقريبا 400 غرام د الكفتة. صافي كنبقى نضغط عليها هيدا بهاد الطريقة هادي باش كتفسخ وكتنسجم مع ديك المكونات اخرين او مع ديك الخضر. صافي كنبقى هيداك نحركها معاهم ونضغط عليها هيداك. صافي من بعد ملي كنشوفها بدات كطيب، ديك الساعة غادي نبدا نضيف عليها التوابل. وبالنسبة للتوابل اللي عملت لها هما الزنجبيل والمعدنوس يابس، بغيتو عملوه طري عملوه طري. وعملت لها ديك التوابل اللي كنجيبهم من ميركادونا كيستعملوا من الجداد ومن اللحم. وعملت لها واحد شويه د الخرقوم وشويه د الفلفل الاحمر. صافي غادي نحركهم مزيان وغنخليهم هيدا كيتشحروا مزيان حتى ما يبقاش فيهم ديك الماء. ومن بعد غادي نضيف عليهم ليمون مرقد. صافي تقريبا واحد ربع اولا نص د الليمونه مرقده الا كانت صغيره. الا كانت ليمونه مرقده كبيره اعمل غير ربع ديالها. صافي غادي نحرك هاد المكونات مزيان، ومن بعد غادي نضيف عليهم شويه د الشعريه صينيه. وصافي هيدا غادي تكون عندنا الحشوه ديالنا واجده. غادي نخلطوا مع بعضيتهم ديك المكونات كاملين، وغنطفيو عليها وغنخليوها كترتاح وكتبرد على خطره على ما نوجد العجينه السائله د الكيش. بالنسبه للعجين السائل د الكيش غادي نحتاجو له جوج البيضات، ملعقه صغيره د الخميره د الخبز، وواحد ملعقه صغيره د السكر. وغنضيفو عليهم واحد الكأس د الحليب يكون دافي. وبالنسبه للكأس د الحليب عملت كأس العنبه. صافي كنخلط هاد المكونات مع بعضهم وكنضيف عليهم نفس القياس د الكأس اللي قيست به الحليب كنقيس به الطحين. كبيت ديك الكأس الدقيق وغنخلطهم مزيان مع بعضهم هاد المكونات، وغنغطي عليهم ببلاستيك غير حتى تفاعل ديك الخميره. ومن بعد غادي نكملو، ولكن انا ما خليتهاش تخمر بزاف، كنخليها غير واحد شويه
تقريبا غير 5 دقائق هيداك، غير باش كنشوف ديك الفقاعات صغارين كما كتشوفوا. صافي وكنعري عليها باش كنكمل المكونات اللي باقية. كنضيف عليها واحد الياغورت طبيعي بدون سكر. بالنسبة للياغورت تقدروا تبدلوه ب2 الملاعق الجبن كريمي. صافي وغادي نضيف عليهم واحد الملعقة صغيرة د الملح، وواحد الملعقة بودرة البصل. إذا بغيتو تعدلوا البودرة الثوم تعدلوها على حسب الذوق اللي كيعجبكم. وغنضيف عليها واحد الملعقة د الإبزار وملعقة المعدنوس يابس ونص كأس زيت الزيتون. وضفت واحد الملعقة الخميرة د الحلويات وكأس فحال اللي عملت د الطحين، زيت فحالو آخر د الطحين. بحال اللي عملت كأس الأولاني د الطحين مع المكونات الأولانية. دابا مع هاد المكونات هادو غادي نزيد واحد الكأس آخر د الطحين، يعني في المجموع عندي 2 كؤوس د العنبة د الدقيق. صافي غادي نجي مباشرة غنخلطهم مزيان وغادي نبدا نعملهم في القوالب ديالي. بالنسبة للكمية اللي كنعمل في القوالب، أنا عملت 2 ملاعق صغارين، وانتم على حسب القوالب اللي عندكم. كانوا عندكم كبارين عملوا 2 ملاعق كبارين أولا ملعقة ونص، حيت هما تبارك الله كيتنفخوا، حيت فيهم جوج الأنواع د الخميرة، فيهم الخميرة د الحلويات والخميرة د الخبز. صافي غنستمر حتى نكمل هاد القوالب نعمرهم كاملين، ومن بعد نرجع معكم باش نكملو. من بعد ما عمرتهم كاملين جبت بالنسبة للحشوة اللي عملت لهم، أنا عملت لهم الفلفل والثوم والزيتون والجبن المحكوك. بغيتو تبدلوا نتوما الثوم بدلوها، عملوا كفتة. بغيتو تعملوهم بالقطع د الصدر د الدجاج أو كفتة. غنكمل الكمية اللي عندي كاملة ومن بعد غندخلو الفران، وعلى ما يطيب غادي نوجد أنا معكم المملحة الثانية. وبالنسبة للفرن سخنوه مزيان. ملي تجيو تدخلوهم نقصوا على الفران واحد شوية وخليوهم يطيبوا. صافي من بعد ما تأكدت بلي الحشوة اللي وجدتها باردة، غادي نجيب الورقة الباستيلة ديالي وغادي نعمل الزيت في سطح العمل، وغادي نفرش الورقة الباستيلة وغنبدا نعمرها. غادي نعمروها على حسب الحجم د الورقة الباستيلة اللي عندنا، وإلا كانت صغيرة ما تعمروهاش بزاف، كانت كبيرة شوية عملوا تعميرة زايدة. صافي غادي نعمل الكمية اللي بغيت، وغادي نشد بالطريقة اللي كنشدو بها المسمن دائما. صافي غادي نشدو هيدا من فوق ومن تحت، وعاود نرد عليه ديك الجوانب اللي كيبقاو. ومن بعد غادي عاود نفرش الورقة أخرى، وأنا كنعمل الزيت لأن هاد المملحة هادي أولا هاد الرغيفات هادو ما غادي نقليهمشي. إذا كنتو غتقليوهم بلا ما تعملوا الزيت مرة، غير فرشوهم، عملوا الحشوة وشدوها بديك الماء مع الطحين باش ما تفتح لكمش ملي تكونوا كتقليوهم. انا ما عملتلاش داكشي هذاك، لان انا غادي نشبر وغادي ننزلها فوق المقله د الرغايف اولا د المسمن. غنزلها من فوق ديك الجهه اللي كتكون مفتوحه، غادي نعملها على ديك الجهه في الاول حتى تشبر مزيان، عاد غادي نقلبها. عليها ما عملتلاش ديك الطحين مع الماء. اما اللي غيقليها تقدروا تقليوهم كيجيو حتى مقليين، كيجيو مزيونين. ديك الساعة ملي تكونوا عوالين تقليوهم، عملوا لهم شوية د الطحين والماء باش ما يتفتحوا لكمش من ديك الجهة اللي شديتوهم منها. صافي غادي نستمر بهاد الطريقة هادي وانا ماشية معاهم تنكمل الكمية اللي عندي كاملة ونرجع معكم ان شاء الله. ومن بعد ما كملت الكمية اللي عندي د الحشوة ود الورقة، دابا غادي نمر باش نطيبوهم. كنجيبو المقلة اللي عندنا خاصة بالرغايف وكنوضعوها فوق العافية، تكون واحد شوية مجهدة حتى باش تسخن لنا. ملي كتسخن كنقصوا عليها واحد شوية
وكنعملوا لها الزيت وكنبداو نوضعوا الرغيفات ديالنا اللي عمرناهم. كنخليهم واحد شويه حتى كيتماسك ديك حتى كتماسك ديك الجهه اللي وضعناهم عليها. صافي ديك الساعه كنقلبوهم على جهه اخرى، خصنا غير باش ديك الجهه اللي مفتوحه يعني تشبر في بعضها باش ما تفتحلناش من يكونوا كيطيبوا. وانا كنطيبهم وانا كنعمل مره كنعمل ديك القطيرات د الزيت هيدا باش كتساعدهم على التحمير وكيجيو مقرمشين كما شفتوهم. تنكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله. صافي هادو كانوا هما الاخرانيين اللي باقا كنطيبهم. صافي انا غادي نوريكم كيفاش كيجيو ملي كيطيبوا. صراحه كيجيو غزالين هاد الرغيفات، جربوهم ان شاء الله ما غتندموش وغادي يجيوكم ساهلين ودغيا كيوجدوا. ها كيفاش كيجيو الشكل ديالهم وكيجيو مقرمشين تبارك الله. انا الصراحه ديك الساعه هذيك كانت ساعه المغرب، بغيت هنايا نفتح معكم وحده وزعما نوريكم كيفاش الصوت ديالهم ولكن الدار كانت تبارك الله كلشي جا كلشي تجمع كلشي الصداع بزاف، ما تسمعش ديك القرمشه ما تسمعتش مزيان. ولكن المنظر ديالهم كيعطي الخبر. ايوا صافي هنايا خرجت الكيش ديالي حتى هو خرجته من الفران، كيجي غزال تبارك الله حتى هو كيجي فنيون. جربوه غادي يعجبكم انا متاكده، حيت كيجي العجينه ديالو كتجي اسفنجيه وكيجي من داخل ما كيجيش شاحت، كيجي مزيون. ايوا جربوه وان شاء الله يا ربي غتعتمدوا هاد الوصفات هادو. ايوا صافي دابا من دابا فوق ما كاين غا هاك باك ان شاء الله يا ربي ما باقيش دابا الوقت بزاف وعينا من عدلو الوصفات المملحات. دابا غنبداو نوجدوا راسنا عاوتاني الحلويات ان شاء الله. هاد الفيديو كنتمنى يا ربي يكون نال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم هاد الوصفات ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. خليتكم على خير، الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.